في بداية أي عملية تصميم لازم بيبقى في خطوات مهمة كده بناخدها علشان التصميم يطلع بأحسن كفاءة. لو خدنا تصميم قوالب البلاستيك كمثال، هنلاقي إن أول خطوة حضرتك لازم تبقى عارفها كمهندس تصميم قوالب بلاستيك هي خطوة الDFM. الDFM باختصار لقوالب البلاستيك هو عبارة عن ريبورت أو تقييم تحليلي باحلل فيه المنتج وباقيمه من حيث المنتج ده أساسًا هينفع يتعمل له اسطمبة والّا لأ، وفي خلال التقييم ده بابدأ أذكر بعض النقاط التحسينية والنقاط اللي ممكن تواجهنا كمشاكل علشان نقدر نتفاداها أثناء عملية التصميم. كمان الDFM بيبقى عبارة عن كوبري أو حلقة وصل بينك وبين العميل بتاعك. العميل جايب لك منتج عايز له اسطمبة، فحضرتك طبعًا العميل مش بيبقى فاهم كل العمليات اللي حضرتك بتقوم بيها، فهو يهمه إن المنتج ده في النهاية يوصل له. أنت حضرتك كمهندس تصميم قوالب واسطمبات بلاستيك مهم جدًا إنك تكون فاهم الDFM عشان تقدر تقدم له مقترح عمليات تحسينية على المنتج، بحيث إنه يطلع منتج جودة كويسة في النهاية. الدور بقى بتاع الريبورت بتاع الDFM ده بيبقى عبارة عن إيه؟ هنذكر 5 أدوار أساسية للريبورت اللي بيطلع من الDFM. أول نقطة أساسية هي عملية تأكيد وتحسين المنتج، بتأكد إن المنتج ده تمام خلاص يصلح إن هو يتعمل له اسطمبة حقن بلاستيك، وبتذكر فيه بعض النقاط التحسينية اللي هنتكلم عنها بعد كده في الفيديو. تاني نقطة أو تاني دور للDFM report هو إن أنا باقدر أعمل optimization للmold design plan. بمعنى أنا وأنا قاعد باعمل الDFM باتخيل شكل الاسطمبة هيبقى عامل إزاي معايا، الحاجات التحسينية اللي أنا أقدر أضيفها للاسطمبة بحيث إن أنا أسهّل عملية تصنيع الاسطمبة. تالت نقطة أساسية معايا وهي إن أنا باقلل زمن تطوير المنتج أو الcycle بتاعته. بمعنى أنا مثلًا لو أنا عندي منتج حالًا أنا عارف إن هو العميل قال لي إن هو في المستقبل هيحصل عليه عملية تطوير، وليكن لو المنتج ده كان فيه ثقب، فأنا في المستقبل هاحتاج إن أنا ألغي الثقب ده، فأنا باراعي ده معايا في تصميم الاسطمبة، بحيث إن أنا أقلل عملية تطوير المنتج أحسن ما آجي أطوّر بعد كده قدّام في الاسطمبة فآخد وقت زيادة. فأنا ممكن أساسًا الثقب ده يبقى عبارة عن insert هي بتتغيّر بس في الاسطمبة بدون أي مجهود. رابع نقطة أو رابع دور الreport بتاع الDFM بيدّيهاني، ودي نقطة مفيدة جدًا ليك كمهندس، إن أنت بتعمل تعاون مع تيم الإنتاج وتيم التصنيع. بمعنى حضرتك بتبدأ تنزل تتناقش معاهم في كيفية تصنيع المنتج ده، وإيه الconstraints اللي أنتم هتحطوها لي، هل أقدر أعمل ده والّا ما أقدرش؟ فبالتالي حضرتك بتفهم عملية التصنيع أكتر سواء تشغيل أو تشكيل، فبالتالي بتزيد من الbackground بتاعتك كمهندس تصميم قوالب واسطمبات. خامس role في الDFM report إن هي نقطة بتبين لك كفاءة، لو أنت عميل بتبين لك كفاءة المصنع الاسطمبات اللي أنت هتصنّع عنده، لإن مش كل مصنعين الاسطمبات بيبقى عندهم الكفاءة إن هم يطلعوا لك DFM report بشكل كويس، لإن هم مش دايمًا بيبقى عندهم علم في كل المشاكل اللي بتحصل في الاسطمبات، فهو ممكن يستخدمه كأداة تقييمية لمصنعين الاسطمبات وتقييم مدى كفاءتهم وقدراتهم.